انا عملت تحليل HbA1c وطلعت نتيجته غلط. تحليل ال HbA1c اهم تحليل في رحلة تشخيصك للدايابيتس ميليتس. للأسف انت ممكن تكون بتعمل التحليل ده وتطلع النتيجة بتاعته مش شبه الحالة بتاعتك، وده مش علشان المعمل غلط، ولكن علشان في حاجة اسمها interfering factors او عوامل بتتداخل على شغل التحليل وتدي نتائج مش مظبوطة. من ضمن العوامل دي ان انت يكون عندك انيميا. اي نوع انيميا يقدر يأثر على قيمة ال HbA1c، او ان انت تكون عامل استئصال لعضو الطحال فهو برضو يقدر يأثر على ال HbA1c، او ان انت يكون عندك كرونيك كيدني ديزيز، او تكون وصل بيك لمرحلة الغسيل حتى فده هينعكس على قيمة ال HbA1c، او ان انت يكون عندك حاجة اسمها هيموجلوبين فاريانس، ودي معناها انواع غير طبيعية من الهيموجلوبين موجودة في الدم عندك، او ان انت تكوني بريجنانت. للأسف كل العوامل دي لا انا ولا انت كبيشنت هنعرفها من قيمة ال HbA1c، لان العوامل دي بتعوز تحاليل متخصصة اكتر علشان تكشف لنا انت عندك ايه بالظبط. ولكن مهمتك كمعمل ان انت توفر على نفسك نص المشوار وتفتح الورقة بتاعة الديسكريبشن بتاعة الجهاز اللي انت بتحلل عليه ال HbA1c. الورقة دي بيكون مكتوب لك فيها ايه هي الانترفيرنج فاكتور اللي الجهاز بتاعك مش بيتأثر بيها، وايه هي الانترفيرنج فاكتورز اللي الجهاز بتاعك بيتأثر بيها، فانت هنا بتكون فاهم الموضوع شوية. تاني حاجة ان انت تكتب كومنت في الريبورت بتاع ال HbA1c ان فعلا في عوامل 1 2 3 بتتداخل على شغل تحليل ال HbA1c. الكومنت ده هيحميك. ليه؟ لان الطبيب اول ما بيشوف قيمة ال HbA1c مش متلائمة مع حالة البيشنت الصحية، اول حاجة بتيجي في باله ان انت شغلك غلط. فلما هو يشوف الكومنت ويعرف ان في عوامل بتتداخل على الشغل هيبدأ يحط ده في اعتباره ومش هيقول ان انت غلط.